وانت عود نفسك ان بعد كده لما تشوف اي حاجه ولا تسمع اي حاجه ما نعيدهاش. انا ما عدتش. اسمع اللي بقول لك عليه. ماشي يا بابا. مش ماشي يقول حاضر. حاضر. حاضر يا عم. مفيش حد بيعيد الا الحريق. انا ما عدتش، انا بنقول بابا معاه فلوس ما تعيدش وما تتكلمش ياما. وانت مش حاجة. يلا بينا نروح نشربوا البهايم. لازم نشرب يلا نشربوني يعني نشرب يا سي. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احلى مليون مسا عليكم. احنا دلوقتي حبيت ندردش معاكم شويه كده دلوقتي ونصور حلقه مهمه جدا. طبعا كان في حد كاتب لي على الواتس قال لي يا ابو نور انا كلبتي جوزتها ولسه جايه متجوزه. تمام. فوجئت، اسف لو الاضاءه ضعيفه شويه، وفوجئت بعد كده ان بتنزل سائل او بتنزل دم غامق او حاجه زي كده. قلت لكم يا جماعه قبل كده في حلقه مهمه جدا، وقلت لكم ان احنا هنعمل حاجات مهمه. تمام. وقلت لكم على شكل الدم وشكل التغير بتاعه واللي بيحصل. حلو الكلام. تعالى بابا، ايه هو اللي بيحصل معايا في شكل الدم والكلام ده كله؟ اول حاجه الكلبه لما بتيجي تحيد، الكلبه بتاعتي لما بتيجي تحيد بيبقى الدم لونه وردي. اول حاجه قبل اللون الوردي كمان اللي بيحصل ان انت ممكن تلاقي دم والدم يقف لمده يوم او يومين ويقف. لازم تتاكد ان المهبل حجمه كبير. ادي اول حاجه. الحاجه اللي بعد كده لما تتاكد ان المهبل حجمه كبير، الحاجه اللي بعد كده يا جماعه بيبدا ان الدم يشتغل. يعني اول حاجه المهبل بيكبر. الحاجه اللي بعد كده بتلاقي الدم لونه اشتغل احمر عادي خالص. تمام. بعد كده بيبدا ان اللون الاحمر ده يفتح يبقى لونه وردي. وبنجوز كلبتي في تقريبا 10 ايام او 9 ايام. طيب بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بعد كده لما كلبتي بتتجوز وبتخلص جوازات وخلاص هتقفل، بتحصل عندها افرازات. ايه هي بقى الافرازات دي؟ الافرازات دي يا جماعه بتبقى عباره عن افرازات مهبليه، زي لونها اسود، حاجات لونها اسود، حاجات لونها احمر غامق، حاجات لونها فاتح زي الميه الصفراء، حاجات زي كده. الحاجات دي ما تقلقوش منها، لان كان حد سالني على الواتس على الرقم ده. تمام. وقال لي يا ابو نور الافرازات دي حصلت عندي والحاجات دي كلها. فالحاجات دي يا جماعه ما تقلقوش منها. اي افرازات بتحصل بعد فتره الجواز، تمام، ما تقلقوش منها، لان ده شيء طبيعي جدا ومتاح ان يحصل معانا وما بيحصلش منه اي مشكله. تمام. فما تقلقوش من اي افرازات مهبليه تحصل. طيب قال لي انا اديت فلاجيل للكلبه بتاعتي. تمام. ومش عارف هل الفلاجيل غلط على الحمل ولا. طبعا بعد الجواز على طول ما ينفعش ندي اي مطهرات معويه. بعد الجواز يا جماعه ما ينفعش ندي اي مطهرات معويه. لو عايز ندي مطهرات معويه وننضف المعده عندي بنديها قبل الجواز. لو عايز ندي مطهرات معويه بندي بعد ال40، يعني بعد اليوم ال40 من الجواز اللي هي فتره الحمل ال40. تمام. حتى علاج الديدان ما ينفعش نديه بعد الجواز مباشره، يعني بعد فتره الحمل مباشره. لازم نستنى بعد 40 يوم او 35 يوم لو عايز ندي علاج ديدان، لو عايز ندي فلاجيل مطهر معوي، حاجه زي كده. تمام. ما تحاولش ان انت تدي حاجه قبل فتره ال40. طيب بالنسبه بقى قال لي كمان يا ابو نور لو عايز ندي علاج للاعصاب للكلاب. بص يا حبيب قلبي، علاج الاعصاب زي الحقن والبرشام وعلاج الفيتامينات زي النيوترون والحاجات دي كده. تمام. والفوليك اسيد والاوميجا 3 والكلام ده كله، كل ده طبيعي عادي، مفيش منه اي مشكله طول فتره الحمل. ما يزعلش معاك، ده يظبط لك الاجنه كمان ويظبط لك الفيتامينات في جسم الكلبه، والفوليك اسيد يظبط الحديد. طبعا في حاجات كتير احنا بناخد احتياطاتنا منها، ودي ما تزعلش. يعني بالنسبه للجوازات وبالنسبه للحمل وبالنسبه للخلفه لازم تاخد احتياطاتك. لازم تتاكد ان مفيش حاجه تسبب اضرار للكلاب بتاعتك. اي حد فينا عنده كلبه انتايه بيجوزها وبيقول يا رب ان هي تحبل وتشيل وحاجات زي كده عشان ان هو ياخد من وراها حاجه. فيا جماعه في احتياطات لازم نبقى واخدينها، زي المطهرات المعويه، زي الفيتامينات، زي الحاجات دي كلها. ودي حاجات مهمه جدا ان في المتابعه. اما بقى اللي اتكلمنا عليه في بدايه الموضوع زي الافرازات والحاجات دي كلها، دي بتبقى حاجات طبيعيه
مكان الجواز والكلام ده كله، فدي ما تقلقش منها. وبلاش تستعمل اي حاجه للافرازات دي او حاجه مهبليه، لان ده ممكن ياثر على الاجنه ويأثر على الرحم بعد كده. على فكره انت متاح ان انت تنظف المهبل بتاع كلبتك، ومتاح ان انت تنظف الرحم والحاجات دي كلها، بس اهم حاجه قبل فتره الجواز. يعني قبل فتره الجواز بفتره او قبل الحيض او قبل الحاجات دي كلها، نظف عادي، نظف كلبتك عادي، ونظف الرحم ونظف المهبل ونظف الكلام ده كله. تمام. عندك في حاجات مطهرات مهبليه وغسول مهبلي زي الفاجيل، اسمه فاجيل مش فلاجيل، زي الستيال، زي الكلام ده كله. كل دي مطهرات مهبليه كويسه جدا، وتنظف معاك الرحم وتنظف معاك المهبل. اما بقى لو انت مش منظف وخلاص جوزت، فما باليد حيله. ما تحاولش ان انت تدي اي حاجه للمهبل خارج الموضوع. يعني حاول ان انت تتفادى موضوع الجهاز التناسلي خالص، عشان ما تعملش معاك مشاكل بعد كده. حاجه مهمه بقى يا جماعه، لو اي حد محتاج اي حاجه يا ريت يبعتها لنا على الواتس كسؤال كتابي. تمام. واحنا بناخد السؤال ده وبنرد عليه على قناتنا على الواتس. وغير كده وكده كمان متاح ان انت تكتب لنا السؤال ده تحت الفيديوهات اللي احنا بننزلها على اليوتيوب. عندك اي مشكله احنا هندردش فيها مع بعض ونتكلم فيها مع بعض، وباذن الله هنحاول نحل المشكله مع بعض سوا. طبعا النهارده احنا بايتين في المزرعه، في وسط المزرعه كده معانا. النهارده بنلف على الكلاب وبنطمن عليهم وبنعرف اخبارهم. تمام. المجموعه بتاعتنا العسلات بتوعنا اهو. تمام. شويه المزز، العنبر ده كله بنات يا جماعه، مفيهوش ذكوره خالص. شويه المزز يوسف جاي يعمل لنا زفه على باب المزرعه، وكلبش نام اهو. شايفين الزفه اللي يوسف جاي يعملها؟ خش جوه. وبيوقف العربيه بره ليه؟ خش يا شراره تعال، خش جنب العربيه التانيه دي. اوعى يا احمد وهو نازل يخبط الباب، ارجع ورا شويه عشان ينزل. ها ها سلامات. الحمد لله على السلامه يا باشا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ منورين. انتوا نورتوا المزرعه حبايبي، شرفتوني وانستوني. جبتوا لي حاجه من بره؟ ايه يا باشا؟ انا رجاله. عليكم السلام. انا رجاله، ما تدينيش بس هو كده. انا جبت حاجه، انا اتكلمت في حاجه. انت لا لازم انت راجل امين. راجل امين. يعني ايه راجل امين؟ انت عمرك هو انت يا تعيد وتزيد وخلاص؟ لا بس ما يروحش ينجل يا بابا. مين اللي ينجل؟ هو طب وانت تنجل ليه؟ انت تنجل ليه؟ انا بنتكلم. انت لما تشوف حاجه تسمع حاجه تنجلها ليه؟ بس هو اللي نجي. هو اللي نجل؟ هو انت اللي بدأت النجل. انا ما نجلتش حاجه، بنتكلم عادي بنقول له اي هو معاه فلوس ده ناجي. يلا روح 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 روح.